تعويض المستأجرين بقانون الإيجار القديم وعودة الشقق والمحلات لأصحابها بعد التعديلات الجديدة. فعلى كل الملاك تجهيز المستندات المطلوبة. تعالوا نشوف ايه هو المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم اهم متابعين في القناة، يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. اخيرا الدولة هتنصف اصحاب الشقق والمحلات المؤجرة بقانون الايجار القديم، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية ترى أن وضع قانون الإيجار القديم هيأثر على اقتصاد الدولة بالسلب، حيث صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه الأخير عن استيائه من تأثير قانون على حوالي 2 مليون شقة مغلقة، واللي بيصل قيمتها السوقية لتريليون جنيه مصري، وده رقم كبير جدا لم يتم تعويضه، لأن الخسارة هنا بسبب أن الوحدات دي في مناطق مميزة جدا وقريبة جدا من المواطنين ومن جهة عملهم، وأن معظم هذه الوحدات مغلقة وغير آدمية حاليا بسبب مرور فترة كبيرة من الزمن لم يتم فيها التجديد، نظرا لأن المالك غير مستفيد. فأكتر الوحدات دي مؤجرة بأموال ضئيلة جدا لا تتجاوز 10 جنيه مصري، لذلك المالك لا يقوم بأي تجديدات بها أو صيانة لها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهه إلى الحكومة ومجلس النواب لاتخاذ قانون حاسم يعالج الوحدات السكنية الشاغرة. وأيضا أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب الانتهاء وحل هذه المشكلة من جذورها لتعم الفايدة على المالك اللي ظلم لسنوات طويلة بسبب ضآلة الإيجار، وإن هو غير مناسب لهذا التوقيت، وأيضا تعم الفائدة على الدولة لحصولها على ضرائب وتوفير وحدات سكنية غير مستغلة، أيضا مع الاهتمام بالمستأجر الغير قادر على توفير البديل زي الإسكان الاجتماعي، وبتكون الدولة داعمة له بأسعار مخفضة. وأيضا طالب النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب بتحويل عقد الإيجار الدائم إلى عقد إيجار جديد، وإن تكون هناك فترة انتقالية في العقد يلتزم بها المالك والمستأجر، ليتم بذلك إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيا. ومع تجهيز اللجنة المشكلة لمجلس النواب للانتهاء من القانون هنرصد في القناة هنا كل القرارات والتعديلات الجديدة اللي هيتم إصدارها الأيام الجاية. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من الأخبار اللي هيتم إصدارها من خلال مجلس النواب. انتظرونا، إلى اللقاء.